مرحبا بكم انيقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الحريره المغربيه الاصيله. كنتمنى كاملين تابعوا معايا المراحل وطريقه ديال التحضير. والا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما فيها باش تشاركوا في القناه ديالي، ضغطوا على الزر الاحمر اللي لتحت وفعلوا زر الجرس، هكذا غادي يوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي. صليوا على النبي ويلا نبداو الوصفه ديال اليوم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كيف ما كيبان لكم، اول حاجه هنايا غادي نحتاجو مطيشه ولا الطماطم. غادي نحتاجو واحد الكيلو ديال المطيشه اللي غادي تكون طريه، وغادي نحتاجو معاه واحد الحبه ديال البصل. انا هنايا غادي نطحن هذيك البصله وديك مطيشه، غادي نطحنهم مزيان. من بعد ما طحنت الطماطم ديالي ولا مطيشه ديالي غادي نديرها في الكوكوط. ممكن تصفيوها الا ما بغيتوش نتوما فيها القشره. من بعد ما وضعنا ديك مطيشه ديالنا غادي نديرو فيها واحد تقريبا زليفه ديال الحمص. غندير واحد شويه ديال العدس، وهنا غادي نديرو الربيع ديالنا اللي غادي يكون شويه ديال القزبور، شويه ديال الكرفس وشويه ديال المعدنوس. انا غادي نخلي منهم واحد الكميه حتى الاخير عاد غادي نضيفها هكذا باش غادي تعطينا ديك الطراوه ديال الكرفس والمعدنوس. غادي نخلي واحد الكميه، وهنا غادي نضيفوا التوابل ديالنا. غنضيفوا واحد العظيم، هذا غير باش نكه به الحريره ديالي، ممكن تستبدلوه بشويه ديال اللحم. غندير واحد شويه ديال الخرقوم، واحد شويه ديال البصار، وهنا غادي ندير واحد شويه ديال الملحه. غنزيد بواحد شويه ديال المنيوره، واحد شويه ديال السكنجبير، وهنا غادي نزيد واحد شويه ديال زيت المائده ولا زيت الزيتون على حسب الرغبه. من بعد ما ضفنا المكونات ديالنا كاملين غادي نرويو بالماء. غنزيدوا الكميه ديال الماء اللي غادي طيب لنا المكونات كاملين. من بعد ما ضفنا الماء غادي نسدو على الكوكوط ديالنا وغادي نديروها على النار اللي غادي تكون شويه متوسطه حتى غادي يطيبوا لنا المكونات ديالنا كاملين. ومن بعد غادي نرجعوا باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه. من بعد ما طابت لنا الحريره ديالنا وطاب المكونات ديالنا كاملين غنضيفوا الكميه ديال الماء الكافي اللي غادي نحتاجوه. غنزيد واحد شويه ديال الشعريه، انا كنختار ديك الشعريه اللي كتكون شويه رقيقه. وهنا بالنسبه للتخليطه ديال الدقيق غادي نحتاج واحد شويه ديال الدقيق. انا هنايا عندي دقيق القمح، غنزيدو عليه واحد شويه ديال الماء، غنزيدو مركز الطماطم، وغادي نخلطوا المكونات ديالنا مزيان. كتكون واحد العجينه اللي شويه خفيفه. من بعد ما غلى داك الماء كيف ما كيبان لكم غادي نضيفوا داك الخليط ديال الدقيق. ملي كنديروا داك الدقيق اللي خلطنا من قبل كنبقاو كنحركوا باستمرار هكذا باش ما غاديش يتركز لينا داك الدقيق لتحت وغادي تحرق لينا. وهنايا راه الحريره ديالي بدات كطبخ، غادي نخليوها حتى غادي تحيد لينا ديك الرغوه اللي الفوق. هنايا اختياري غادي نضيف واحد شويه ديال ضمه البنه.
وغادي نزيد واحد شويه ديال القزبور المعدنوس والكرفس اللي خلينا من قبل. كيف ما قلت لكم كيضيفوا لينا واحد النكهه اللي كتكون رائعه، كتعطينا ديك ريحه الطراوه ديال الكرفس والمعدنوس. وهنايا انا غادي نضيف واحد الحبه ديال البيض، غادي نبقاو كنحركوا باستمرار هكذا باش غادي يعطونا دوك القطع ديال البيض في الداخل ديال الحريره ديالنا. ممكن نطربوها في واحد الزليفه ومن بعد غادي نخويوها شويه بشويه على ديك الحريره. من بعد ما وجدت لينا الحريره ديالنا كيف ما كيبان لكم، هذا هو الشكل ديالها. كتجي واحد الحريره اللي لذيذه، غير جربوها بهذه الطريقه. وكيف ما قلت لكم قبيله انا ضفت شويه ديال العظام، ممكن نتوما ديروا واحد شويه ديال اللحم. كنتمنى الفكره ديال اليوم تكون راقتكم وعجبتكم. جربوا هذا الطبق اللي كيجي رائع ولذيذ. الحريره المغربيه الكل كيعشقها، وواحد الحريره اللي ضروري ومؤكد انه تكون في الطبله ديال رمضان. كيف ما كيبان لكم كتجي واحد الحريره اللي رائعه لذيذه وفي نفس الوقت صحيه. وممكن تستبدلوا كنور، ما كنديروش بزاف ديال المرات صراحه. ممكن ديروا واحد شويه ديال السمن. كنتمنى تكون الوصفه راقتكم وعجبتكم، واشتركوا في القناه ديالي وفعلوا زر الجرس هكذا غادي يوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي. وصلت معكم نهايه الفيديو، تنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير فيديوهات مقبله، وصفات مقبله، وبسلام في وصفه اخرى ان شاء الله.